السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يفعله محمد الأمين عمورة هذا الموسم في دوري بلجيكي استثنائي. اللاعب أصبح له اسم كبير في أوروبا بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي، حيث أن الكثير من الفرق الأوروبية تتسابق من أجل الظفر بخدماته. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الهب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة السوق الفرنسية من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث كشفت صحيفة 11 مونديال الفرنسية أن فرق أولمبيك ليون، أولمبيك مارسيليا وتولوز تتصارع من أجل التعاقد مع ابن جيجل. وكان نادي أولمبيك مارسيليا أول الفرق الفرنسية التي أبدت اهتمامها مع عمورة، ولا يقتصر على الاهتمام باللاعب من الدوري الفرنسي فقط، بل اللاعب يسيل لعب عدة أندية من دوريات أخرى. يذكر أن عمورة قدم موسم استثنائي مع سان جيلواز، حيث خاض 45 مباراة، سجل 23 هدف وصنع 7 أهداف أخرى. كما فاز يوم أمس بجائزة أفضل لاعب عربي وإفريقي في الدوري البلجيكي، متفوق على المغربين تيسو دالي، بلال الخنوس والموريتاني كويتا.